تقام يوم الأربعاء 2 أغسطس مباراة نارية بين فريقي الهلال السعودي والوداد المغربي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بمدينة أبها ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال. يتواجد الهلال حاليا في وضعية صعبة، حيث يحتل قاع المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة بعد تعادله مع أهلي طرابلس في المباراة الأولى وخسارته من السد في الثانية. بالنظر إلى الترتيب الحالي، يحتاج الهلال إلى الفوز بنتيجة كبيرة ليتأهل للدور الثاني بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى. من ناحية أخرى، يحتل الوداد المغربي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد نقطتين، ويحتاج إلى الفوز أو التعادل أمام الهلال لضمان التأهل للأدوار الإقصائية، وذلك في حال تعادل السد مع أهلي طرابلس في المباراة الأخرى. ستكون المباراة حاسمة لكلا الفريقين، حيث سيسعى الهلال لتحقيق فوز مهم وتجاوز محنة التأهل، في حين يرغب الوداد في تحقيق نتيجة إيجابية تضمن له المضي في البطولة. توقيت المباراة يعتبر مناسبا للجماهير العربية، حيث ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 4:00 عصرا بتوقيت السعودية ومصر، والثانية ظهرا بتوقيت المغرب. أما بالنسبة للمشاهدين، فستذاع المباراة حصريا عبر قنوات صص السعودية، وهذا يعني أن الجماهير ستتمتع بمشاهدة المباراة مباشرة على شاشتها. من المتوقع أن يتبع الهلال تشكيلة 4-3-3 في المباراة المهمة، مع حاجته لتقديم أداء قوي ومتميز من قبل لاعبيه البارزين مثل عبد الله المعيوف في حراسة المرمى، واللاعبين الدوليين ناصر الدوسري وكوليبالي وعلي آل بليهي وسعود عبد الحميد في خط الدفاع. في خط الوسط يتوقع أن ينضم مصعب الجويري إلى روبين نيفيش وأندريه كاريلو، وفي الهجوم من المتوقع أن يستعين الهلال بثلاثي هجومي يضم ميشيل وعبد الله الحمدان وسالم الدوسري. في الختام، من المؤكد أن المباراة بين الهلال والوداد ستكون مثيرة ومليئة بالتشويق، وستشكل فرصة رائعة لجماهير العرب لمشاهدة تلك القمة القوية بين فريقين كبيرين في الكرة العربية.